وفي كلمة مأثورة ليوسف وهبي: السينما هي محمد كريم، ومحمد كريم هو السينما. تعالوا نبدأ حكايتنا النهاردة مع محمد كريم. محمد كريم كان شاب وقع في غرام السينما بكل جوارحه. سافر لألمانيا سنة 1925 عشان يدرس السينما هناك. طبعا ده وقتها كان ضرب من الجنون إن واحد يسافر ويدرس حاجة زي السينما اللي أصلا ما كانتش صناعة وقتها. لكن محمد كريم كان عنده هدف وحلم أكبر بكتير، حلم صناعة سينما مصرية خالصة. خلونا نشوف لمحة من حياة محمد كريم وهو بيدرس في ألمانيا السينما عشان نقدر أكتر نفهم تركيبة شخصية الراجل ده. بيحكي في مذكراته وبيقول إنه في يوم كان في طريقه لاستوديوهات أوفا، وهي واحدة من أعظم وأكبر الاستوديوهات الألمانية وفيها عدد كبير جدا من شركات السينما. وشركة أوفا دي كان عندها مدينتين كبار جدا للسينما، واحدة في مدينة بيلبسبرج والتانية في مدينة تمبلهوف. هو بيقول: كنت بشوف أشياء عجيبة تحدث في هاتين المدينتين، أراهم ينتجون أفلاما شرقية غاية في التفاهة. كانوا في بعض الأحيان يقدمون أناسا شرقيين يؤدون فريضة الصلاة، وفوجئت ذات يوم في أحد المناظر بممثل يؤدي الصلاة بطريقة خاطئة وهو يمثل دور أعرابي في الصحراء، وسارعت أبدي اعتراضي على الخطأ الذي يؤتيه الممثل وهو يصلي. كان يضرب الأرض بجبهته 3 مرات أو 4 مرات بسرعة أثناء الركوع، وصرخت قائلا: الصلاة ليست هكذا، أنا مسلم واسمي محمد، ما تصورونه غلط في غلط. بيحكي وبيقول إنهم خدوه لراجل مسن قاعد في مكتبة الاستوديو، ووقتها أبدأ اعتراضه الشديد وعرفه شكل الصلاة ازاي. لكن الراجل قام بمنتهى الهدوء وجاب كتاب من على رف من الارفف وقرا حاجه بالالمانيه وبيقول له: الصلاه اللي انت اديتها كده صح، واللي احنا برضو بنعملها صح. واكنه ما كانش مهتم اصلا باللي هو بيقوله، لكن مع اصراره تم التعديل بالفعل. وكمان لما كان بيلاحظ ان في بعض الايات مكتوبه غلط او محطوطه في مكان مش ملائم، كان بيصر على العمال انهم يغيروا الاماكن دي. وهو بيحكي وبيقول كمان ان لما كنت بعمل كده كانوا بيقوموا وبيضحكوا عليا بمنتهى الاستهزاء، اكن اللي بقوله ده ملوش اي لازمه. بيقول محمد كريم انه عدى عليه ايام كتير بيمثل افلام تافهه جدا وصغيره جدا على انها كانت تجارب مفيده وخطوات للامام. وبيقول: فقد دخلت هذه الفتره كل استوديوهات برلين وتعرفت عليها جميعا. دي لمحه سريعه من حياه محمد كريم اثناء دراسته في المانيا. كريم وهو في المانيا قرا روايه زينب لدكتور محمد حسين هيكل، اعجب بيها جدا وقرر انه يحولها لسيناريو عشان يكون اول افلامه الروائية الطويلة. وهو هناك حاول يلاقي تمويل للفيلم، لكن مفيش أي شركة إنتاج كانت مقتنعة أصلا بمشروع بيتكلم عن الفلاح المصري. فيلم زينب هو أول فيلم مصري بيتصور في الريف وبيحكي عن الفلاحين بمشاكلهم وحياتهم العادية البسيطة. عشان كده محدش كان مقتنع إن العمل ده أصلا ممكن يلاقي رواج أو حتى قبول للناس، لأن برضو زي ما احنا عارفين إن مش كل الناس كانت تقدر تدخل السينما وتدفع تذكرة في الوقت ده. محمد كريم وقتها ما استسلمش وراح لصديقه يوسف وهبي صاحب فرقة رمسيس المسرحية واللي كان ملك المسرح وقتها. عرض عليه إنتاج الفيلم اللي مش هيتكلف أكتر من 500 جنيه، ووافق يوسف وهبي على طول. لكن المشكلة الحقيقية إن ما كانش فيه استوديوهات للسينما في مصر في الوقت ده اللي هو سنة 1928. وزي ما اتذكر في كتاب السينما في مصر لسعد الدين توفيق: كانت الكاميرا تدار باليد، وكانت الإضاءة تتم بواسطة مرايا ألصقت عليها قطعة من قماش من التل الأبيض تشبه الناموسية، أو بواسطة لوحات كبيرة مغطاة بالورق المفضد تعكس أشعة الشمس على وجوه الممثلين. يعني الإمكانيات شبه معدومة. فكان حلم محمد كريم وقتها انه يصور في بيئة طبيعية في الريف بالفعل بين الخضرة والاشجار، حلم على ارض الواقع صعب انه يتحقق. لكن زي ما بيذكر الاستاذ سعد الدين توفيق فيما بعد ان محمد كريم اول من استخدم الكرين في السينما المصرية لتصوير لقطة من الاعلى، وبيوصف وبيقول: وفي هذه اللقطة نرى يد تمتد الى صح ثم ترفع غطاء الصح، وهنا ترتفع الكاميرا الى اعلى اكثر فاكثر. والتصوير اللقطة دي كان المصور قاعد فوق قاعدة كبيرة من الخشب على حفتها الكاميرا بصة لتحت، واللقطة دي استغرقت في تصويرها 3 ساعات، وكان تكلفة تصويرها 11 جنيه. الفيلم اتصور على مدار 2 سنين، لكن عدد أيام تصويره كانت 64 يوم. برضو من ضمن الحاجات المبتكرة اللي عملها محمد كريم في الفيلم ده هو إنه صور مشهد واحد بس ملون في الفيلم بالكامل وبعته لفرنسا عشان يتلون باليد. وزي ما اتذكر وقتها إن المشهد كان طوله 400 متر من الخام، وتكلف تلوين المتر الواحد
جنيه كامل، يعني المشهد بالكامل كان سعره 400 جنيه. وطبعا زي ما احنا شايفين كده ان الميزانية اللي كان متحدد لها 500 جنيه في البداية تقريبا وصلت ل 2000 جنيه عشان يكون تمن المشهد الملون ده هو ربع تمن الفيلم بالكامل. اما عن احداث الفيلم الرومانسية نفسها، 2 فلاحين بسطاء زينب وابراهيم بيحبوا بعض، لكن اهل زينب بيقرروا ان هم يجوزوها لواحد غني اللي هو حسن، والقصة بتروح للجانب التراجيدي اكتر لحد ما زينب بتموت في نهاية الفيلم على فراش المرض. يذكر ان قصة الفيلم نفسها اللي ألفها الدكتور محمد حسين هيكل هي قصة حقيقية وقعت فعلا في كفر غنام، واللي اتصور جزء كبير برضو من الفيلم فيها. والغريب في الفيلم ده ان لما محمد كريم راح عشان يعين اماكن التصوير ويشوف بيت زينب الامام اللي هي الشخصية الحقيقية اللي كتبت عنها الرواية، اكتشف ان دكتور هيكل نفسه كان بيحب زينب في الحقيقة. ومن ضمن المشاهد اللي ذكرها استاذ سعد الدين توفيق في كتابه اثناء تصوير مشهد موت زينب، كان الاب مش قادر يبكي ويمثل الدور بواقعية زي ما محمد كريم شايفه، وكل ما كان يصور كان التصوير يقف بسبب الاداء الباهت، لحد ما محمد كريم طلب من علوية جميل تقف ورا الكاميرا، ولما يجي الاب قدام جثة بنته عشان يعمل دوره، علوية جميل تلطم على وشها وتقول يا بنتي يا حبيبتي يا قلب امك يا زينب، عشان الاب ينهار في البكاء قدام الكاميرا ويتم تصوير المشهد بنجاح تام. محمد كريم في الفيلم ده استخدم ابطال لاول مره زي بهيجة حافظ وزكي رستم وسراج منير ودولت ابيض وعلوية جميل. مش هم بس اللي كانوا اول مره يمثلوا، كان في عدد كبير جدا من الفلاحين اللي استخدمهم محمد كريم في الفيلم عشان الفيلم يطلع بأكبر شكل من الواقعية. وزي ما في بداية قصتنا قلنا إن مفيش منتج رضي يغامر بفلوسه في التجربة دي، هنشوف إن مع أول عرض لفيلم زينب في سينما متروبول يوم 12 إبريل 1930 إنه بينجح نجاح كبير. ولأن السينما المصرية وقتها كانت في مرحلة التشكيل والتكوين، هنشوف واحدة من أهم المشكلات اللي هتواجه الفيلم في الوقت ده. في الوقت ده ما كانش لسه عندنا شركات توزيع، فعشان يتم توزيع الفيلم بشكل كبير نشرت مجلة الصباح في يوم 28 نوفمبر 1930 الإعلان التالي: إلى حضرات أصحاب ومديري دور السينما بالقطر المصري، كل من يريد استثمار هذا الفيلم العظيم فليخابر صديق أحمد متعهد الحفلات المعروف، المخابرة يوميا بمطبعة الرغائب بشارع محمد علي بدار المؤيد بمصر. ومش بس دي المشاكل اللي واجهت فيلم زينب في بدايته، لا كمان جريدة اللطائف المصورة نشرت مقال وقالوا إن الفيلم بيهين سمعة الريف المصري، لكن محمد كريم كان ليه رأي تاني خالص وقتها، ورد على المقال ده في جريدة الصباح فيما بعد وشرح وجهة نظره ودافع عن الفيلم. في الختام، محمد كريم كان مخرج عظيم شغوف جدا، عنده فكر وعنده هوية عايز العالم كله يشوفها. عشان كده محمد كريم هيستمر معانا فترة طويلة، لأنه هيكون الجسر اللي بتعبر عليه السينما المصرية لانتقالها لمرحلة السينما الناطقة. في الحلقة الجاية هنستمر مع السينما المصرية في الثلاثينات مع تجارب أكثر نضجا ومع حلم جديد بيتولد، حلم استوديو مصر. كان معاكم نادر سيف الدين.